بسطيله حلوه بالدجاج لمبتدئات. من اليوم غادي تجيكم لذيذه معلكه وسهله. كناخذ كميه من الدجاج، خديت تقريبا دجاجه وربع، زدت عليها 4 البصلات كبار مشلضين، كاس الا ربع مخلط زيت الزيتون وزيت المائده وتوابل ملح ابزار سكينجبير خرقوم، شويه ديال السمن وشويه القرفه وزعفران شعره الا كان متوفر. كنقلي قطع الدجاج مع البصله حتى كيتشرب ليا الدجاج التوابل مزيان. عاد كنضيف 2 معالق كبار ديال الربيع وكنضيف الماء مغلي. ما تكثروش الماء، راه البصله كتطلق الماء ديالها. وكنخلي الدجاج كيطيب على عافيه مهيله. من بعد ما كيطيبوا قطع الدجاج كنحيدهم وكنخليهم على جنب. كنخليهم حتى كيبردوا وكنفصل اللحم على العظم، كنفتتهم قطع صغيره. كنرجع هنا للبصله كنخليها كتقلى مزيان حتى كتبخر من الماء اللي فيها مع التحريك المستمر بطبيعه الحال. من بعد كنضيف 2 معالق صغار ديال القرفه و3 معالق كبار ديال السكر سنيده وكنخليها كتقلى مزيان حتى كتعسل. كيف كيبان لكم راه الزيت كيتفصل على البصله. هنا كتكون تقلات مزيان وتعسلات. كناخذ 3 البيضات كنضربهم مزيان وكنضيفهم على البصله. كنكون ناقصه على العافيه مزيان باش ما يطيبش البيض دغيا ويولي بحال الاومليت. كنحرك باستمرار، ما كنحبسش حتى كيطيب البيض مزيان. وكتجمع البصله كتولي بهذا الشكل هذا، كتولي معسله ومعلكه. كنخليها كتقطر باش لا كان فيها شي زيت كيهبط. بالنسبه للوز كناخذ 300 غرام، كنفركها قبل بالليله وكنخليها كتنشف. هنا كنضيف عليها معلقه كبيره ديال زيت المائده وكندخلها الاير فراير القلايه الكهربائيه وكنخلي اللوز كيتحمر. يمكن لكم تقليوه اولا تحمروه في الفران. بعد ما كيتحمر كنهرمشو كنخليه هكا قطع كبيره شي شويه. كنضيف عليه 2 معالق صغار ديال القرفه، 3 معالق كبار ديال السكر سنيده و2 معالق كبار من ما زهر. هنا كنضيف شويه ديال القرفه. دائما ملي تخلطوا ذوقوا على حسب الذوق، اللي بان لكم ناقص تزيدوه. هنا كنضيف الزيت اللي نزل من البصله اللي خليتها كتقطر. هاد الزويته كتزيد البنه للوز، كيجي لذيذ اكثر واكثر وكيجي معلك. هنايا كنكون الزبده ذوبتها وحيدت منها الطبقه البيضاء ديال الحليب. كناخذ باستا فيلو، ورقه الفيلو اللي كتكون عندي فيها 13 حتى ل 15 ورقه. وهذا الدجاج من بعد ما فتته قطع صغيره خديت هاد المولد الفران اللي فيه في القطر ديالو 32 سنتيم، يعني كتكفي هاد البسطيله تقريبا ل6 الاشخاص. بالنسبه لورقه الفيلو ضروري نغطيوها باش ما تنشفش، حيت نشفات كتبدا تهرس لينا وتقطع. كندهن المول لابد بالزبده. بالنسبه لورقه الفيلو راها كتبغي الزبده، ماشي غادي نغرقوها بالزبده، ولكن الوريقات ديالها ما بين ورقه وورقه لابد ندهنو بالزبده. كنبدا كنفرش هكا، عندي تقريبا 15 ورقه، يعني غندير 8 من التحت و7 من الفوق. دائما نص لتحت ونص الفوق. كنبدا كنفرش هكا من جناب، كندورها عليها بالطريقه العاديه. وما بين ورقه وورقه لابد مسيحه ديال الزبده، وما تنساوش الجنيبات كيف ما موضح لكم الفيديو بحال هكا في الجنيبات ديالها، ولا بد باش ما تجيش ناشفه. كنحط الطبقه الاولى اللي هي الدجاج بطبيعه الحال. كندير رشيشه من السكر سنيده وشويه ديال القرفه وكنضيف البصله اللي عسلنا. كنزيد هكا طبقه ثانيه، والطبقه الاخيره دائما كتكون هي اللوز، هي اللي غتجي من الفوق. كنسرها بهذا الشكل بحال هكا وكنبدا كنجمع في الجوانب. واخا يبداو يتقطعوا لكم ما تخافوش منهم، راه حيت ملي كتنشف كتبدا كتقطع. داكشي علاش خصنا نخدموا شويه بسرعه. كنجمعهم وانا كندهن بالزبده. هنا زدت ورقه الوسط باش يكون تكافؤ في العجينه الفيلو تكون متكافئه. ومن هنا كنبدا كنجمع فيها من الفوق باش يكون عندنا الشكل النهائي يكون بشكل مقاد. بالنسبه لورقه الفيلو لانها هي كتكون دغيا كتقطع، ماشي بحال الورقه ديال البسطيله كنقدروا نلمطوا بها ونلفوها من التحت ديال البسطيله. فقط هنايا غادي ندهنها وغادي نجمعها بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. كنحاول ندخلها بحال هكا، ما تخافوش منها، راه ما كتجيش معجنه نهائيا، بالعكس هذيك الطبقه راه كتجي لذيذه. فقط دهنوها، غير دهنوها مزيان بالزبده، راها كتجي مقرمشه وبنينه. يعني ماشي بحال الورقه ديال البسطيله اللي غتخافوا تجي معجنه وتجي طبقه فوق طبقه، لا هذه رقيقه كتجي لذيذه. غير جربوها. بالنسبه لي انا وليت كنفضل البسطيله دائما بالورقه ديال الفيلو، لانها كتجي فعلا لذيذه ومقرمشه. واخا تبقى تبات كتبقى مقرمشه. كنجمعها بهذا الشكل هذا، ودائما كندهن بالزبده. كيف ما قلت لكم راه ماشي كنغرقها، فقط مسيحات لابد تكون كامله ممسوحه بالزبده.
كيف ما كتشوفوا راه باقيه عندي الزبده اللي ذوبت شاطت ليا منها. هنايا كنجيب ورق الزبده كنديرو فوق البسطيله. علاش؟ لان معروف بان ورقه ديال الفيلو كتنفخ، وانا مبغيتهاش تنفخ. كنحط عليها مول اخر بهكا وكندخلها الفران بهذاك الشكل حتى كطيب باش ما كتنفخش ليا. كيف ما كتشوفوا هي خرجتها وبقات بشكل زوين ماشي منفوخ ومهرس. كنبدا كنزين بها، زينوها حسب الرغبه ديالكم. انا الجوانب كنزيد عليهم شويه ديال العسل، شويه العسل اولا السيرو كيكون شويه ثقيل كيعطيه لذه لهذيك الجوانب، كيجيو مقرمشين ولذاذ كيجيو بحال طعم البقلاوه تماما. وبالنسبه للبقلاوه اللي كتشوفوا من الفوق هذيك خليت وريقه شاطت ليا في الاخر. درت فيها شويه ديال اللوز اللي بقى عندي مهرمش ولفيتهم وزينت بهم. والتزيين دائما حسب المتوفر وحسب الرغبه كتجي لذيذه، جربوها.